في كل مرة بمسك فيها قطعة كونكريت سادة جامدة بيجي في بالي دايما فكرة البدايات. القطعة دي في الأول بتكون مجرد مادة صلبة ملهاش ملامح واضحة ومفيش فيها أي روح، بتفكرنا بالساعات الروتينية أو الأيام اللي بنحس فيها إن كل حاجة حوالينا باهتة وبتتكرر. لكن السحر الحقيقي بيبدأ هنا أول ما بنقرر نفتح علب الألوان ونمسك الفرشة. التلوين مش مجرد خطوط بنرسمها ولا هو مجرد هواية بنقضي بيها وقت. التلوين هو طاقة، هو الروح اللي بنختار بنفسنا اننا نضيفها على الاشياء. في اللحظة اللي الفرشة بتلمس فيها السطح الخشن ده وتبدأ الالوان تتداخل، الكونكريت الجامد بيستسلم تماما لجمال الفكرة ويتحول خطوة بخطوة من مجرد فازة او كوستر لقطعة فنية فريدة، قطعة بتعبر عن اللي جواكي، قطعة بتنطق بهجة وحياة. واحنا بنلون الفازة والكوستر دول خلونا نفتكر ان حياتنا وايامنا تشبه القطعة دي كتير. اوقات بنحس بالجمود واوقات تانية بنحس ان الدنيا حوالينا بلون واحد، لكن الحقيقة ان الفرشة دايما في ايدينا احنا اللي بنختار نلون تفاصيل يومنا، احنا اللي بنقرر نضيف لمسة امل هنا ولمسة تفاؤل هناك. ما تخافوش من التجربة، اخلطوا الالوان اللي بتحبوها، جربوا درجات جديدة مبهجة، سيبوا ايديكم تتحرك بحرية من غير خوف من النتيجة. لان المتعة الحقيقية مش بس في شكل القطعة لما تخلص، المتعة في الرحلة نفسها، في احساس البهجة والطفولة اللي بيرجع لينا واحنا بنلعب بالالوان وبنشوف النتيجة بتكبر قدام عينينا. في النهاية القطعة دي مش مجرد ديكور هيتحط على مكتب او رف، القطعة دي بقت جزء من روح صانعها. افتكروا دايما ان البهجة مش حاجة بنستناها تجيلنا من بره، البهجة حاجة احنا اللي بنصنعها بايدينا وبتفاصيلنا الصغيرة. لونوا حياتكم باللي شبهكم واصنعوا بهجتكم بنفسكم. السلام عليكم.